شايفين صور الناس اللي انا عرضها على حضراتكم دلوقتي دي؟ صور الناس دي كلها ما بقوش موجودين معانا دلوقتي عشان كلهم انتحروا بسبب حاجه واحده بس، وهي التنمر. كيلي يومانس اللي خد جرعه زايده من الدواء علشان خاطر ينتحر علشان يخلص نفسه من تنمر اصدقائه. رودينا أسامة اللي من القاهرة اللي توفت برضو بسبب انها جالها أزمة قلبية بسبب انها تعرضت للتنمر من قبل أصدقائها اللي خلوها توصل لمرحلة صحية وحشة جدا لحد ما جالها أزمة قلبية وتوفت في الحال. ليه؟ علشان كانوا بيقولوا لها انت مش مستوانا، انت المفروض ما تلعبيش معانا، انت مش جميله. فيبي اللي من انجلترا اللي برضو انتحرت بسبب تنمر اصدقائها عليها، واللي بسببها وبسبب حالتها في انجلترا عملوا قانون سموه قانون فيبي لمكافحه العنف والتنمر. نيت برونستاين اللي انتحر وشنق نفسه بسبب تنمر صحابه عليه واللي كان عنده بس 15 سنه. ابراهيم من مصر اللي كان عنده البهاق فكان الشغل كله رفضه وكانوا بيتريقوا عليه، انت عندك بهاق، انت ازاي هتشتغل معانا؟ وبرضو انتحر ورمى نفسه في البحر بسبب التنمر. ودي طالبة في المعهد الفني الصحي في اسكندرية انتحرت بس مش بسبب تنمر اصحابها عليها، بسبب تنمر المشرفات عليها مش اصحابها. ودي انا هسمعكم التسجيل الصوتي بتاعها دلوقتي، اسمعوا. تعبت جدا اقسم بالله، ما حد يعرف اللي فيا والكلام اللي هي بتقوله لي. كل شويه تاخدني على جنب. يوم الخميس اللي فات اخدوني الاوضه وهناء تقول لها ايه بصي عامله شبه الولد، واسماء تقول لها بصي شعرها منكوش ازاي. قلت لها ميس باكرلي. تقول لي مش عارفه ايه، انت اسلوبك السنه دي مع زمايلك وحش جدا عن السنه اللي فاتت، انت مش عاجباني السنه دي، ده انا حتى بكلمك ما بترديش. قلت لها ميس طب هرد اقول ايه الطريقه مش كده جاكلين، يعني في رحمه شويه عن كده. ما انت طول ما انت منتقداني انا هبقى كرهاكي وكارهه المعهد وكارهه الدراسه. انت منتقداني على طول، مش مثلا مره بتنتقدني وعشرة، لا على طول منتقداني، وانا ما بحبش الاسلوب دوت. انا من ساعه ما دخلت تمريض يا بنتي اقسم بالله وانا في اكتئاب وقرف وتعبت بجد تعبت. ودي اماندا توت برضو 15 سنه وشنقت نفسها بسبب التنمر، لحد ما وصلنا لحادثه امبارح وهي رناد عادل اللي قصتها منتشره قوي دلوقتي، اللي انتحرت ورمت نفسها من الدور الثامن في اسكندريه عشان خاطر صحابها اتنمروا عليها. وقبل ما تتوفى كتبت رساله لمامتها قالت لها دول اسماء الناس اللي اتريقت عليا ويا ماما خدي لي حقي منهم، اللي بس مجرد سنها 12 سنه وفي 6 ابتدائي. كل اللي انا قلت لكم عليهم دول ما يجوش 1% من القصص الكتير قوي اللي شفتها وانا بعمل سيرش عن الناس اللي انتحرت بسبب التنمر. علشان كده انا كان لازم اطلع واتكلم عن التنمر واجمع لكم حالات بسيطه قوي ما تجيش 1% زي ما قلت لكم من الناس اللي تعرضت للانتحار بسبب التنمر، واللي كان لازم بدورنا نطلع كلنا ونتكلم عن اضرار التنمر اللي فعلا بتوصل الناس ان هم يستسهلوا وينتحروا علشان يهربوا من الضغوطات النفسيه اللي بيتعرضوا ليها. عشان فكره الانتحار بالنسبه لهم ساعتها بتكون هي اسهل حاجه يخرجوا منها من الازمه النفسيه اللي هم اتحطوا فيها. علشان كده انا هعمل فيديو تاني هتكلم فيه عن اضرار التنمر وازاي نتعامل مع الاشخاص المتنمرين، وازاي نوعي اطفالنا ان هم يتعاملوا مع التنمر ده لما يتعرضوا ليه. فتابعوا معايا وخليكم معايا في الجزء التاني.